هنتعرف على أبرز المحطات في حياة الفنانة مها صبري وزيجتها وحكاية زواجها من أحد رجال الدولة اللي أعطت ليها نفوذ وسلطة، وإزاي انتهت نهاية مأساوية وكيف عاشت بعد ذلك، وإزاي أغانيها اتمنعت بقرار سيادي، وإيه حكايتها مع الزئبق الأحمر والدجالين وإزاي كانت نهايتها. ولدت زكية فوزي محمود الشهيرة بمها صبري في حي باب الشعرية في 22 مايو 1932، واللي اختار لها اسمها الفني ده هو الفنان عبد السلام النابلسي. الفنانة مها صبري كانت جميلة جدا، وجمالها ده كان جواز مرورها لعالم الفن. فالمنتجة ماري كويني اختارتها علشان تلعب دور في فيلم أحلام البنات سنة 59، وغنت فيه مجموعة من الأغاني الخفيفة. اشتركت مها صبري في مجموعة ليست قليلة وليست كثيرة من الأعمال الفنية، زي فيلم منتهى الفرح اللي غنت فيه أغنيتها الشهيرة ما تزوقيني يا ماما، وفيلم لقمة العيش، وحكاية العمر كله، وحسن ومريكا، وإسماعيل ياسين في السجن. ولكن بقى أبرز أدوارها هو دورها في فيلم بين القصرين، وده هو الدور الأكثر تميزا بين الأدوار اللي قدمتها. اتجوزت الفنانة مها صبري 4 مرات. أول مرة كانت من راجل أكبر منها في السن، الراجل ده كان بيحبها جدا وما كانش بيرفض لها طلب، خلفت منه ابنها مصطفى، ولكن بعد 2 سنين ملت العيشة واتطلقت. وبعد كده اتجوزت لتاني مرة من تاجر أنجبت منه بناتها فاتن ونجوى. وتالت زيجتها اتجوزت من شاب يدعى مصطفى العريف، الراجل ده كان صديق للعندليب عبد الحليم حافظ. عملت بعد كده في الملاهي الليلية، ومن كتر السهر خارج البيت دبت الخلافات بينها وبين زوجها فحصل الطلاق. جت بقى اتجوزت في منتصف الستينات من مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر علي شفيق. اتعرفت مها صبري على اللواء علي شفيق في إحدى حفلات عيد ثورة يوليو ببورسعيد، فالعلاقة اتطورت بينهم وطلب يتجوزها ولكن عرفي، ولكنها رفضت الزيجة تكون عرفي، قالت له إنها لازم تتجوز رسمي بشرط إنه يطلق مراته. وافق بشرط إنها كمان تعتزل، وفعلا اعتزلت وتركت الفن بعد زواجها من علي شفيق. بعد كده بقى عاشت حياة تانية خالص، كان ليها سلطة ونفوذ، ولكن بقى دوام الحال من المحال. فبعد نكسة 67 تم القبض على المشير عبد الحكيم عامر وكل رجاله، ومن ضمنهم اللواء علي شفيق زوج مها صبري. فاتهم المشير عبد الحكيم عامر ان هو السبب في النكسة، وتحددت اقامته في بيته. وبما ان بقى زوج مها صبري تاخد في الرجلين، فطبعا ضاع منها كل شيء، النفوذ والفن اللي اتنزلت عنه. فجأة بقى حياتها اتغيرت، وحست مها صبري بالضياع، وملقتش حاجة هتنقذها إلا العودة للفن. ولكنها يا عيني كانت ممنوعة من ممارسة مهنتها المحببة لقلبها، حتى أغانيها اتمنعت بقرار سيادي من الإذاعة، وضيقوا عليها العيشة خالص هي وزوجها، لدرجة إنها راحت لأم كلثوم علشان تتوسط لها إنها ترجع تمثل أو تغني، وإن أغانيها يتسمح ليها إنها تتذاع تاني في الراديو. ونجحت وسطة أم كلثوم، وعادت مها صبري للفن مرة أخرى. ولكن بقى استقبال الوسط الفني ليها كان فاتر جدا. وبعد وفاة عبد الناصر الدنيا بدأت تنفرج عليها شوية، وعمل زوجها بالتجارة، وسافرت هي وجوزها للإقامة في لندن، وعمل بالتجارة وخصوصا تجارة السلاح، وهي عملت في الملاهي الليلية كمطربة. ولكن بعد فترة لقت جوزها مقتول في شقتهم، وما تعرفش مين اللي عمل كده، واتقفل التحقيق والجريمة أصبحت ضد مجهول. رجعت مصر مها صبري وشاركت في أفلام كانت ضعيفة المستوى زي فيلم دنيا والحياة نغم، وآخر أعمالها كان فيلم يا ما انت كريم يا رب. أما بقى عن قصتها مع الزئبق الأحمر، فكانت مريضة بمرض كبدي وعانت منه 4 سنوات، فتعرفت على واحدة جارتها هي اللي دخلتها في سكك الدجالين والشعوذة، وقدرت تقنعها إن دول ليهم قدرات خارقة وليهم كرامات، فدخلت العالم ده عن قناعة. وبدأ الناس دول يترددوا عليها في البيت للقراءة والتحصين. وفي إحدى المرات أقنعها أحد الدجالين إنها تتناول الزئبق الأحمر علشان تشفى من مرضها وترجع شباب، وده عبارة عن مادة تستخدم في السحر، ويعتقد إنها مادة خرافية، ولكنها بقى في الحقيقة ليس لها أساس من الصحة. على فكرة اللي حكى الكلام ده بنتها فاتن عبد الفتاح، وقالت إن الشيخ الشعراوي نصح أمها إنها تبطل الكلام ده وتبطل تستعين بالسحر والشعوذة والدجالين،
وقال لها إن ده حرام وإنها ما ينفعش تشرب أي مشروب بيقدموها لها لأن الحاجات اللي بيقدموها دي بتدمر الأعصاب والكبد. وقالت بنتها فاتن إن جارتها دي كانت بتسحب منها فلوس كتير جدا لدرجة إنها فلستها. وبعد كده دخلت مها صبري في غيبوبة كبد سنة 88 ورحلت يوم 16 ديسمبر 1989 رحمة الله عليها.